دكتور اشرف، حضرتك احد اعضاء حزب النور ومعتصم هنا بقالك 3 ايام، احنا صورنا معاك امبارح، حضرتك مكمل في الاعتصام ان شاء الله حتى اسقاط النظام، ده كان رايك امبارح. تتوقع ايه التأثير في الفترة؟ والله انا بتوقع ان شاء الله ربنا هيعدي الدنيا كلها سلميه، وان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه لمصر اولا واخد بال سعادتك، وان ما يحصلش فيه هجوم من الاخوان المسلمين، لان احنا متعودين ان هم يعني السنج والحاجات ديت، واحنا قاعدين سلميين، وربنا يعدي على خير وربنا يسقط النظام فعلا، لان هو احنا كنا بنقول يغير الحكومه ويعمل انتخابات نزيهه علشان خاطر يجيب حكومه تدير انتخابات نزيهه، وتجيب حكومه واضح ان الاجراءات تكنوقراط تدير انتخابات نزيهه، هو اخون البلد علشان الحكومه اللي تيجي تشتغل على الانتخابات وياخد هو اغلبيه. فاحنا دلوقتي مش مع انه يجيب حكومه دلوقتي، يعني احنا مع ان النظام كله يتغير. انتوا متفقين ان لازم النظام يقع، ما ينفعش ان يبقى في اي حلول ترضي المعارضه خلاص انتهت بقى، خلاص بقى انتهت، كان الحلول دي من فتره. حضرتك الوحيد اللي من حزب النور موجود هنا ولا في ناس ثانيه؟ انا بصفه شخصيه بس من حزب النور. ليك اصدقاء من حزب النور موجودين او اي اصدقاء من التيار الاسلامي موجودين هنا؟ لا ما معيش حد هنا من شايف تامين الميدان ازاي؟ والله التامين هم الشباب بتوع التمرد والشباب بتوع الثوره هم اللي حامين الميدان، لا فيه لا شرطه ولا فيه جيش ولا فيه اي حاجه، والناس زي ما انت شايفها سلميين خالص، هم ما فيش اي مشاكل بالنسبه للميدان، يعني لا تحرش زي ما بيقولوا ولا بلطجه زي ما بيقولوا ولا اي حاجه، وانا راجل اسلام اهوت من الاسلاميين وهو موجود في الميدان وما فيش اي مشاكل بالنسبه لي، طالما الامور سلميه ما فيش اي مشاكل بالنسبه لي. رايك ايه في التجمع اللي موجود عند رابعه العدويه؟ زي الفل. لا هنا بالنسبه لي هنا انا التجمع اللي عند رابعه العدويه دول ناس مغيبه الوعي، دول اللي هناك دول ناس من التيار السلفي. لا التيار السلفي حزب النور منع الخروج لهنا وهنا، بس هو سابنا احنا بحريتنا احنا الشخصيه، احنا نروح نيجي، دي حريه شخصيه لشباب حزب النور، لكن هو كتيار اسلامي اللي هناك مغيب الوعي، اللي في رابعه العدويه ده مغيب الوعي. دول بينتموا لانهي فصيل في التيار الاسلامي؟ دول هم بينتموا تابعيه للاخوان المسلمين، يعني حزب الشعب انشق من التيار السلفي وراح للاخوان المسلمين، البناء والتنميه راح للاخوان المسلمين، الرايه راح للاخوان المسلمين، حازم ابو اسماعيل، عاصم عبد الماجد بناء وتنميه. يعني سمعت ان شائعات حازم صلاح ابو اسماعيل مسافر خارج مصر؟ والله انا ما بسالش، لان هو طالما انشق عن السلفيين ودول انشقوا تماما عن السلفيين، دول خلاص نهجوا نهج اللي هو الجهاديين، النور دعوه وبيدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ملوش في بالظبط. يعني انت شايف التيارات الموجوده في رابعه العدويه دلوقتي تيارات جهاديه؟ مغيب الوعي، ده مغيب الوعي، ما عندوش استعداد ان هو يحل حل وسط، هو طالع ما عندوش استعداد حل وسط. اتوقع انه ممكن يهجموا على اعتصام الاتحاديه او على مظاهرات الاتحاديه. هي موته واحده بس مش موتين اتنين يهجمهم او ما يهجموش، هي موته واحده، احنا مش هنموت موتين اتنين، لا يفيد الشاه سلخها بعد ذبحها، هو لو احنا متنا ايه اللي هيحصل لنا تاني؟ ما خلاص هي موته واحده، احنا طالعين للموته الواحده. حضرتك رايح بكره الاتحاديه ولا مكمل؟ هو انا مكمل في التحرير لحد ما الدنيا تخلص لنا، احنا وربنا ييسر الامور، احنا مدينه مساحه لنا مش هتخلص بالسهل برضه، هتخلص لحد اول رمضان، احنا قاعدين هنا لحد اول رمضان ان شاء الله على النظام، لان يعني كتير قوي عليه لحد اول رمضان. متوقع ان الموضوع هيخلص في يوم او اتنين او لا ان شاء الله احنا قاعدين لحد ما يمشي برضه، يعني احنا مش ماشيين يعني احنا مكملين هنا وبرضه بنتكلم، وبقول احنا جايين هنا كحزب نور بصفه شخصيه، مالناش دخل في الحزب خالص، الحزب ما اديناش اي توجيهات، هم بشكل شخصي وبقناعه نفسيه ان انا هم عاوزين يفصلونا بقى، ده حاجه ثانيه ترجع لهم برضه، لان احنا جايين بقناعه شخصيه ان الوضع اللي احنا شايفينه ده ما يرضناش احنا كمصريين. نشكرك يا دكتور اشرف، وان شاء الله نشوفك بكره وبعد.